سعد المجرد واحد من اكبر الفنانين في العالم، بحيث عنده اغنيه فايتها مليار مشاهده ديال المعلم، واول يوتيوبر عربي وصل 10 مليون مشترك، الامر اللي خلاه يحصل على الدرع الماسي ديال اليوتيوب واللي قليل بزاف. سعد المجرد فنان ناجح بامتياز، ولكن هذا الشيء ما كيخليهش يتجنب المشاكل، والفلوس ماشي هي كلشي. ومن بين هاد المشاكل قضيه 2016 واللي كان فيه سكران وطاح في قضيه اغتصاب مع واحد الفتاه سميتها لارا، واللي باقا تابعه حتى لدابا. Bonjour à tous, je m'appelle Laura Prioul, j'ai 21 ans et il y a un an maintenant que j'ai été agressée physiquement, frappée, violée. حيث ان المحكمه ما زالت تابعه الى يومنا هذا، واللي خرجت حكم قاسي 6 سنوات سجن بالاضافه للغرامه. سعد المجرد عنده 37 عام حاليا، وتزوج بغيته اللي كانت مرافقه في التيم ديالو. من نهار بدا الجلسات ديالو في المحكمه، سعد معترف بانه في واحد الفتره كان كيتعاطى الكحوليات ولا ضروب، وقال بانه كان تغا فقره قصيره باش يحيد التوتر ويمشي مع الستريس ديال العمل. ولكن سعد ديما كاين في انه ما عمرو ضربها او اغتصبها. المحكمه دارت اللازم وشافت الدلائل وعطات الحكم لصالح البنت، و5 سنين عمرو يدخل التراب الفرنسي، وعنده 10 ايام فقط باش يدير الاستئناف. الفيديو سال هنا، ما تنساش لايك ومتابعه باش يوصلك الفيديو الجاي. كان معكم خالد بباشم، الله.